السلام عليكم ورحمة الله. تنعقد الجولة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحجوجية الجزائرية والتونسية يوم 29 و 30 جانفي 2024 بالجزائر العاصمة، برئاسة كل من إبراهيم موراج وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية، ونظيره التونسي كمال الفيقي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي الجزائري والتونسي وتنفيذ الالتزامات رئاسية جمهورية البلدين. وسيشارك في الأشغال هذه الجورة ولاة الولايات الحدودية لكلا من البلدين، حيث سيكفون خلال يومين من الأشغال على تسطير خارطة الطريق التي تتضمن الآليات العملياتية لتنمية المناطق الحدودية والنهوض بها خدمة لمواطني البلدين الشقيقين.